تداول الكثير من الرواد لمنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو روج لاحتمال قائد المنتخب الجزائري رياض محرز إلى منافسة الدوري السعودي لكرة القدم خلال الموسم المقبل. وعلى نطاق واسع منذ أسبوع تقريبا انتشر مقطع فيديو تضمن قميص نادي الأهلي السعودي كتب عليه اسم رياض محرز مع الرقم 26، وهو الرقم ذاته الذي يحمله حاليا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وأطلق ناشطون سعوديون في منصات تويتر واسم رياض محرز مطلب أهلاوي، في إشارة إلى رغبة أنصار نادي الأهلي السعودي في رؤية محارب الصحراء وهو يحمل قميص فريقهم خلال الموسم المقبل. ورجت خلال الأسابيع الماضية الكثير من الأخبار والتي رجحت اقتراب فنك الصحراء من ارتداء قميص نادي الأهلي السعودي بداية من الموسم المقبل، بعدما ضمن الفريق عودته لدور المحترفين. وكان المعلق السعودي مشاري القرني قد أطلق شرارة لانفجار خبر احتمال قرب انتقال المهاجم الأيمن لنادي مانشستر سيتي لمجاورة مواطنه رياض بودبوز في فريق الأهلي بداية من الموسم المقبل. ورغم قول مشاري القرني بصعوبة تحقيقها على أرض الواقع حاليا، فقد قدرت وسائل إعلام عدة أن النجم الجزائري سيتقاضى راتبا سنويا يقدر ب50 مليون دولار من صفقة انتقاله للفريق السعودي لو تمت. وتقول الكثير من وسائل الإعلام المحلية والبريطانية بأن توتر العلاقة بين محرز ومدربه غوارديولا بسبب إجلاس الأخير نجمه الجزائري في دكة البدلاء عدة مرات ستكون سبب رحيله عن النادي. وفي سياق توتر العلاقة بينهما، تداول ناشطون فيديو لعدم مشاركة محرز في فرحة التتويج بكأس إنجلترا مع رفاقه في السيتي، مشيرين لتذمره من عدم لعب النهائي بقرار من مدربه غوارديولا.